بص يا برو، معاكم ساديو. دلوقتي انا جايب لك الطريقه اللي هتركب بيها الواجهه بتاعتي فيرجن 2. انا عموما هي الواجهه بتاعت الكيب فيرجن 5. تمام، هو ده الكيب وهي دي الواجهه. تمام، هي اهي. تمام، بس انت هتركبها. عشان تركبها عموما الصوره اللي فوق دي انت هتغيرها عشان تعمل صوره زي دي. هقولك بعد ما اقولك الطريقه بس اللي هتركبها بيها عموما. تمام، انت هتدخل كل اللي هتحتاجه الملفات اللي انا هسيبها لك اللي هي دي. ويت، واجهة فيرجن 2 هي دي الملفات اللي انا سايبها لك. تمام، هتدخل على اي بي كي، هتحدد الكي اللي انت هتعدل عليه. ويت، هو ده. دوس على اول واحدة. في اول واحدة تيجي عند الملفات. اول حاجة هتعملها هتفك ملفات السمايلي، تخش عليها، تخش على دوت على كوم اول واحدة تانية تحت دي. تيجي تنزل هنا تلاقي ملف اسمه باك اب برو، هو ده. هتستبدله بالباك اب برو اللي معاك في الملفات اللي انا سايبها لك. تمام، ملفات واجهة فيرجن 2 اهي، هو ده. تمام، ندوس عليه كده تستبدلته. هتيجي بقى على الريس. ويت، هتعمل ملف اسمه فونت. تعمل فونت تستبدله الفونت اللي معاك. تمام، بس تعمل انيم فيرجن 1. تستبدله بالانيم اللي معاك، انيم فيرجن 1 اهو. تمام، هتعمل ملفات ايه تاني. ويت كده، انيم سيت درابل لي اوت درابل. باخد الاسم بس عشان انا بتلخبط فيه عموما. آه، هتعمل درابل فيرجن 1. فيرجن 1 بس تيجي خلي علامة منهم العلامة دي. تمام، وتستبدله درابل اللي معاك درابل. بس كده انت استبدلت. انت عملت الملفات، تخش على اللاي اوت، تنزل تحت خالص تلاقي الملف ده. تمام، تحدده وتستبدله بالملف اللي في اللاي اوت اللي معاك، هو ده. بس كده. وتحفظ وتقوم هنا بقى تقوم عامل بيلد. هي ان شاء الله مش تعمل اخطاء مع حد. تمام، ويت كده. الخطأ ده عموما مش هيجي مع حد، هو عندنا بس في الكيب، عشان المشكلة في الكيب بس اللي معايا. انا اصلحها اهو. نعمل بيلد. هو كده خلص. استنى اوريك بس الكيب عشان مفتحتوش، هو ده. تمام، ونثبته. بس هو كده اتثبت. نيجي ندخل عليه هنا. ادي الواجهة معاك اتركبت. هتيجي بقى للصورة اللي هو الاسم اللي فوق ده اللي هو ساديو اكس او فيرجن 2. عشان تغيرها هتعمل ايه؟ هترجع تاني على اي بي كي. ويت، فين الكيب؟ هو ده. تفتحه، تخش على ملفات الدرابل اللي انت استبدلتها. درابل فيرجن 1 الصورة دي. هتيجي تصمم صورة، تخش على بيكسل لاب. تيجي تمسح ده. هتبدأ تعمل صورة ازاي؟ هتعمل الأبعاد بتاعتها نفس الأبعاد اللي هي هنا كام، 120 على 400. تبقى 120
على 400. لا العكس، ويت 120 400. تمام هتبقى كده. وتبدأ بقى انت تصمم في تصمم تكتب الاسم. مثلا تكتب ساديو، اسمك عموما، وتعمل حجمه وتظبط الالوان. وتظبط انت خلفيتك بقى، وظبط الصورة اللي انت عايزها. ومثلا عموما انا هحفظ الصورة دي، حفظ الصورة. تمام، هي كده انت عملت الصورة. مثلا انا عموما صممت الصورة، بس لما تيجي انت تصممها هتيجي هنا بقى على الملف ده. الصورة دي هتبقى عامل كده، واستبدال بالصورة اللي انت عملتها. هتلاقي الملف اسمه بيكسلاب. بيكسلاب اهي. هتنزل تحت خالص هتلاقي اخر صورة انت عاملها هي دي، تقوم دايس عليها. معلش، هي متتبدلش من هنا. نرجع. انت عموما كده صممت الصورة، وهتدخل عليه تعمل تحرير اللي هي دي، هتدوس على دي. تمام، تيجي هنا تنزل تحت تدور عليها. انت ركبته خلاص. الاسهل لك تخش عليها هنا، تستبدل اهي، استبدال. تيجي على بيكسلاب اهي. بص، هو انا عموما عندي مشكله في بيكسل، في اي بي كي بتور. مشكله في الصور. انت لما تيجي تعملها، يعني انت على ام تي اهو. تمام، دي الملفات اهي. هتيجي مثلا الصوره عندك على الجنب التاني فين، بيكسلاب مثلا الصوره اهي، بس تكون بنفس الابعاد. هتقوم عاملها بنفس الاسم ده، رينيم، تنسخها، كنسل، وتقوم مسحها. تمام، انت كده مسحتها اهو. وتقوم حاطط التانية، وتخلي اسمها نفس الاسم اللي انت نسخته. تمام، هو كده اهي. هي كده راكبة. تعملها كده قبل ما تركب. يعني انت لو انت عندك نفس المشكلة بتاعتي في اي بي كي وكده، بس طول ما هي المشكلة مش موجودة عندك فانت تمام. عموما الباسورد هيكون 4 صفار. تمام، بس كده. وانا اكون خلصت. يا ريت لو انت استفدت عندي في القناة بأي حاجة، يا ريت تشترك في القناة. وطول ما انت استفدت من الفيديو اعمل لايك. ما تبخلش عليا بيه عموما، مش حاجة هتخسرك او كده، فاهم؟ بس كده انا خلصت. سلام.